ان انت تستخف بفكرة المحاسبة والرقابة، امر غير محمود. النهاردة بكل تأكيد وتناولها البعض من سبقوني في هذه الكلمات، حكومة صناعة الازمات بامتياز سيادة الرئيس. النهاردة عندنا تطبيقات لقانون الضرائب بعد صدوره بسنوات بيفتعلوا لنا أزمة مع 49 شارع رمسيس مع نقابة المحامين ومعقبات المهنية الحرة، أمر غير مقبول. فاتورة، هو أنا مقدم سلعة ولا مقدم لبيع؟ بناء عليه سيادة الرئيس لابد ان احنا ننتبه انه لما يبقى عندي 700 ألف محام موجودين في مصر بيمثلوا حوالي 3-4 مليون نفس، لا بياخدوا مرتبات ولا بيتلقوا تأمين صحي من الدولة ولا بيشتغلوا مع القطاع الحكومي، انما مقدمين خدمات بامتياز يتحملوا انفسهم بانفسهم. لما يلوزوا بقى النهارده مش هيلوزوا بالحكومة، هيلوزوا بالبرلمان، هيلوزوا بالبرلمان لنزع فتيل هذه الأزمة، مش علشان حد يخالف القانون، عشان يطبق القانون بشكله الصحيح. النهارده انت بتقدم تقرير وبتقدم محاسبة ضريبية سنوية في مارس عن نشاطك اللي انت بتدفع ضريبة مقطوعة مقدما عند رفع كل دعوة، بتلزق طابع دمغ عن ده، حساباتك كلها مظبوطة. لما النهارده اذا قابلت نقابات اخرى امر مش مقبول بالنسبة لنقابة المحامين سيادة الرئيس. شكرا.